بخلاصة المشكل كان ان المفروض الجواز بيكون استقرار، احساس بالراحة النفسية وبالامان. انا كنت طول فترة الجواز عايشة باحساس رعب حقيقي اني اصاب بامراض منقولة جنسيا. يعني الناس بتتجوز عشان ترتاح، انا كنت عايشة في رعب. كنت مركزة في تربية ملك وزياد كأي أم، إلى أن جو عندي عيلتي من المغرب. عيلتي من المغرب في زيارة. تخيلوا، عندي عيلتي في الشقة في المغرب. فعيلتي ما سلموش من السلوك المنحرف لطليقي. طبعا أنا بتحمل كل كلمة بقولها قدام ربنا، وبقولك الناس مع 20-11 سنة راحوا شهدوا لصالحي كذا مرة. لما عمل كده مع عيلتي خلاص أخذت القرار الانفصال. تصرف شاد مش طبيعي، يعني التصرف اللي خلاني خلاص أخذ القرار. في مرات بتقول عشان الأولاد، تصرف خطير. أخذت القرار إني مستحيل أعيش مع البني آدم ده. شفتي محامي وبدأت إجراءات طلاق للضرر، وسرقوا لي كل ممتلكاتي اللي جايباها من المغرب. وطول فترة 9 سنوات قفلوا على الحاجات وسرقوها، ولقيت نفسي أنا وطفلة عندها 8 سنوات وزياد 7 سنوات في الشارع. قفلوا الحاجات وسرقوا كل حاجة. طبعا السلوك المنحرف اللي مش طبيعي. الآن بنتي حاليا هي من لما عندها 8 سنين، دلوقتي بنتي عندها 11 سنين. ما سكتش على الكلام ده. عملت شكاية للنائب العام مفصلة، 4 ورقات. الإنسان ده مش طبيعي، منحرف، عنده سلوك جنسي منحرف مع الأبنات. أعلم إيه؟ أنا مش عارفة مكانه. فضلت 11 سنة. مسؤولية الأولاد على المسؤولين. ما دام أنا قلت كذا 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 وديتهم رقم الإيميل، قلت لهم هو عنده إيميل، عنده علاقات مع سيدات على المستوى العالم من مختلف أنواع، مش طبيعية، والإنسان ده مش طبيعي. مع الأولاد جيبوا لي أولادي. هو ده اللي أقدر عليه. مسؤولية الأولاد دول على المسؤولين. عملت شكاية مفصلة من 4 ورقات. الإنسان ده مش طبيعي. لأعلى سلطة في مصر، للنائب العام المصري. أخذوا لي فلوس وكل ممتلكاتي. لقيت نفسي في الشارع أنا والأطفال من غير فلوس، في الغربة، ما فيش أهل. كان المكان الوحيد اللي آمن هو أقصى الشرطة. ماسي من فخامة ومن جلالة الملك محمد الثالث باعتباره أعلى سلطة دستورية في البلاد. نتمنى ينهي هذه المعاناة تاع 3 سنين. 3 سنين ما عمرني ما شفتهم. 3 سنين هما في المعاناة، مع العلم أن هاد الوليدات النسب ديالهم تيرجع للرسول عليه الصلاة والسلام من الأشراف الأدارسة المغاربة، يعني ما يستاهلوش هاد الشيء.